التكرار بيعلم الشطار، والمقولة دي حقيقية يا جماعة. كل ما بتمارسي حاجة انت بتحبيها اكتر، كل ما بتطلعي فيها احسن ما فيكي كل مرة. طبعا حقك عليا ان انت كنتي طالبة مني مقاس واحد بس، الصراحة لما دخلت وشفت الكومنت اللي انت كنتي كاتباه، ولقيت ان انت كاتباه بقالك فترة، حقك عليا لاني كان بقالي فترة ما بخشش على التعليقات وما كنتش بشوف حاجة. فانا حبيت ان انا اهدلك الفيديو واعمل لك فيديو مخصوص عشان خاطر تشوفي وتعرفي ايه المقاسات اللي هي الخمار، اعادة تدوير الخمار العادي للفرنسي. فتعالوا واصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبصوا انا عملت ايه في الفيديو، في الخمار طبقته زي ما انتوا شايفين كده على نصين اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. طبقته كده عملته زي المنديل، وجبت الاتجاه اللي فيه الخياطة من قدامي لان كانت صاحبته كانت طالبة فيه كده. هنا طبعا انا عايزة اعمل الفتحة بتاعة الرقبة على 14. طبعا ده انا كده تانية اهو زي ما انتوا شايفين. هحط المزورة بتاعتي كده من فوق لغاية هنا، لغاية 18 يا جماعة. ده الكبير انا هعمله على 18، مش هعمله على 16. فهاجي هنا كده بص، بعد ما خدت العلامة بتاعتي اللي هي من الطول 18، فبدأت ان انا ابص هنا لقيت مداني رقم 14. الفتحة بتاعتي هتبقى 14 يا جماعة. هنا بدأت ان انا اعلم من هنا شمال ويمين، حطيت دبوس بس عشان القماشة دي كانت ناعمة قوي. فانا حطيت دبوس عشان لما اجي اقص مفيش حاجة ايه، لما اجي اعلم بالماركر مفيش حاجة تتحرك مني. فعلمت من عند العلامة دي والعلامة دي. بصوا اهو ده كده برضو قست، لقيت برضو مديني 18. هنا طبعا فتحت الفتحة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو. وبدأت كده اعدل معايا الخمار عشان خاطر دي الناحية اللي هتبقى ناحية الكتف يا جماعة. هي صاحبته كانت عايزة ناحية الكتف مقفول، ما يبقاش فيه خياطة يا جماعة، والناحية اللي قدام بس هي اللي بتبقى فيها الخياطة. هنا طبعا انا خدت المقاس بتاع الكتف عملته على 50، والناحية اللي هي قدام دي يا جماعة انا هعملها على 80، اللي هي تبقى من قدام ومن ورا. هعملها على 80 يا جماعة. طبعا اللي حابب نخلي القدام اقصر من الورا عادي جدا، لان كده كده اللي قدام هيبقى رامي قوي، ولازم أن يكون اللي ورا اطول من قدام. بس هي برضو كانت طالبه مني ان هي ما اقصرش منه حاجه، خلي الطول بتاعه زي ما هو. طبعا بعد ما عملت علامه بالماركر من هنا من الامام ومن الخلف، جبت المسطره بتاعتي اللي هي 50 سنتي، وبدات ان انا اعلم النقطه دي بالنقطه اللي تحت اهو. علمت النقطتين ببعض بالظبط كده يا جماعه اهو كده. وخلصت معايا كده العلامة بتاعتي، وهبدأ اجيب المقص بتاعي واقص واقول بسم الله. وما تنسوش اي حاجة تبدأوا تشتغلوا فيها لازم تسموا الله عشان خاطر تزداد بركة. بص بدأت ان انا اقص كده خلاص وخلصت، وشلت معايا الخمار